مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإن أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم حبايب القلب. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اشتقت لكم كتير كتير ورجعت لكم بفيديو جديد، وان شاء الله هالفيديو يعجبكم. هالفيديو صار وقت نزله بقى، لانه مثل ما بتعرفوا شهر رمضان الفضيل قرب. الله ان شاء الله هيك يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب، ويبلغنا اياه بخير وصحة وسلامة. في كتير قنوات مثل ما بتعرفوا نزلوا فيديو المشتريات ونزلوا التجهيزات وتنظيفات تاعت رمضان، بس انا اول شي بحب قبل ب10 ايام تقريبا اشتري اغراضي مشان رمضان، اغراض الاكل، وقبل بكم من نهار ان شاء الله بعمل التنظيفات. فمشان نفوت على رمضان يكون يعني بيتي معزل ونظيف، يعني جديد ما له فترة، لأنه بتعرفوا انتو أولاد وبيت وشغل يعني، فيعني البيت بيرجع بكركر. فخلونا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا خلونا نبلش. مثل ما شفتوا بالفيديو أنا قسمت كل قسم لحال، أغراض السهرة لحال، وأغراض البقوليات لحال، وأغراض المعجنات والحلويات كمان لحال. هلا مثل ما شايفون انتو هاي الاكلات بالسهرة لابد ولا غنى عنها برمضان. شوية بزر، انا بحب البزر المصري الاصفر، والولاد وجوزي بفضلوا البزر الشمس. فجبت النوعين، وجبت مثل ما شايفين انتو كولا وطاقة، الواحد كتير بيستخدمها لانه بياكل وكتير بيتغلب. فنحن قسم بالبيت بيشرب شاي بعد الفطور، والقسم التاني بيشرب مثلا كولا او طاقة مشان يهضم. جبت شوية ضامة وشوية درع محمصة كمان طعمتها كتير طيبة، وجبت شوية عوجة، جبت حلاوة كمان هي لا غنى عنها بالسحور، وجبت تمر كمان للإفطار كتير كتير ضرورية. جبت طرابيش من النوع الحد كمان طيب، وكابتشينو بدي اجيب كنت ميلو بس ما لقيت في المحل يعني اللي انا موجودة كنت فيه. للسحور جبت شوية جبنة مثلثات كمان طيبة وخفيفة على المعدة، وجبت مرتديلا. هلا هون الزبدة بجيب انا من زبدة اونا، كتير طعمتها طيبة بطعمة القشطة. فكتير بفضله انا على السحور، يعني ما بقدر بتسحر ابدا اذا ما كانت موجودة جنب مربى بتطلع طيبة، او جنب مثلا عسل جنب سكر بتطلع كتير طعمتها طيبة. وهلا هون مشان الحلويات والمعجنات جبت زروفة بكم بودر، وزروفة فانيلا، وزروفة خميرة كمان بيلزموني كتير برمضان مشان المعجنات والحلويات. ان شاء الله رح شارك معكم كل نهار اذا الله راد وقدرت صور معكم، ان شاء الله رح اقدر شارك معكم الحلويات اللي بساويها بعد الافطار. جبت كمان كاتشب. هلا انتو مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي انه انا سويت كاتشب على ايدي، بما انه نحن عيلة صغيرة مانا كبيرة كتير، فاكلات اللي بتحتاج كاتشب ومايونيز فكتير بنعملها. فانا سويت من النوع الحلو، ما بعرف اذا شفتوا الفيديو الماضي او لا، اللي ما شافه رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، روحوا شوفوا. وجبت كمان من النوع الحد. هلا هون جبت الزيت اكيد كمان ما له غنى عنه، كتير يعني بينفعنا مشان المقبلات برمضان. جبت كمان تقريبا شي كيلوين طحين وشي كيلو نشا كمان بيلزمنا كتير برمضان. جبت سكر، كترت سكر يعني تقريبا جبت شي 8 كيلات رز، على اساس بدي اجيب انا 10 كيلات فما لقيت، يعني في عندهم مثل شايفين انتو الاكياس يعني بالكيلو. فجبت تقريبا شي 8 كيلات رز بكفوني، واكيد يعني ما رح يكفوني لكل رمضان لانه اكلات الرز انا كتير بطبخها برمضان، فاذا انقطعت يعني برجع بجيب مو مشكله. وجبت كمان حمص. صراحة أنا الحمص كتير كتير بستخدمه برمضان، لأنه كل يوم بساوي فتة أو ما بعرف شو بتسموها، بيقولوا لها تسقية شامية كمان، فأنا ما بقدر بلاها أبدا أبدا على الإفطار. فيعني بكتر، يعني بجيب الكمية اللي أنا بستخدمها وزيادة يعني مشان ما أنقطع. وجبت تقريبا كيلو برغل خشن وكيلو برغل ناعم. بتذكر البرغل تقريبا بشي 11 ليرة على التركي او 15 ليرة تقريبا هيك بهالحدود. وجبت كمان مثل ما شايفين انتو جوز الهند كمان لانه بيلزمني كتير. وهذا الماجي كمان حكيت لكم عنه بالفيديو الماضي كتير كتير كويس. فكمان رجعت جبت منه كيلو. وجبت كيلو فستق،
ما محمص، مشان بيلزمني يعني الاكلات اذا بدي اسوي منسف او مقلوبة او اي شيء بدي احط على وشه، فبحمص منه وبحطه يعني بلاقيه ارخص يعني. وجبت طحينة كمان مثل ما حكيت لكم مشان الفتة او التسقية الشامية، فبيلزمها طحينة. وجبت عدس مجدرة وعدس مخلوطة، ما بكتر كتير انا عدس مخلوطة، يعني بساوي تقريبا بالشهر كلياته مرتين او 3 شوربة، اوقات يعني ما بساوي يعني حسب الطلب. مشان الشوربات انا بفضل اللي بيجوا الكاس الجاهزات، يعني بتضيفي لهم مي وبتعمليهم، يعني بفضلهم اكتر من شوربة العدس. وجبت كمان الشعرية باكيتين. هلا كنتوا تضحكوا علي مشان الفلافل انه قالي يعني فبيعطش كتير ومدري شو، ما بعرف جوزي خطر له انه يجيب تبلة فلافل على السحور، هيك انه اوقات الواحد بيبرك مثلا بساوي سلطة وبنعمل طراطور وبنقلي فطاطا وبنتسحر، يعني هيك الواحد اذا عنت على باله بيكون موجود عنده. وجبت الزعتر، بجيب انا من الزعتر الاحمر، في نوع زعتر اخضر ما زيادة نحن بنحبه، فبجيب من هذا النوع الاكسترا كتير كتير طعمته طيبة. وجبت شوية بهارات، جبت بهار طحن لي اياه يعني الزلمة قدامي، فنوعيته كتير كويسة. جبت تقريبا شي ربع كيلو هيك شي. وجبت مثل ما شايفين بهارات شاورما وكبسة، فيعني بيلزموني يعني كتير كمان برمضان. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. رمضان جانا وفرحنا بعد. وهلا هون حبايبي مثل ما شفتوا صرنا بأحلى قسم بالفيديو اللي هي المشتريات التزيين. كتير حبيتها وكتير عجبتنا، وصيت عليها على النت، وصلتني تقريبا من يومين، فقلت يعني رح اشتري اغراض الاكل وصاروا كلياتهم مع بعضهم. هلا هدول الرفوف لسه محتاره، ما عم بعرف وين بدي اعلقهم، ان شاء الله بالفيديو التزيين رح شاركه معكم، وان شاء الله تشوفوا لي اذا كان هيك حلو او غير ولا لا. وهي تاعت هلال، هي تمرية بتصير كمان مثل المضيفة، او بتصير مثلا على الاكل بتنحط، يعني إلى عدة استخدامات. كمان عجبتني كتير، تقريبا سعرها بحدود 35 ليرة تركي. وكمان هيك جبت سيارتين لأولادي، لأنه صراحة زعلت عليهم بعد ما وصلت على البيت، يعني انه جايبه هالأغراض ومدري شو بدهم يفرحوا وما في شي يلعبوا فيه، فقلت اختار يعني بجيب في هاي السيارة. وسيارة تانية هي مع ابني الصغير، ما رضي اعرض لكم اياها، كان عم يلعب فيها كتير مبسوط فيها. وهي المشتريات كلها صارت خالصة، ورح نختم الفيديو معكم لهون. ان شاء الله تكونوا هيك اخذتوا فكرة واستفدتوا معي بفيديو اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم المشتريات. واللي وصل معي لهون وما حط لي لايك لا تنسوني من اللايك، واللي جديد على القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل حتى يوصلكم جديدي اول باول. رح اترك لكم حسابي الانستا بصندوق الوصف، اللي حابب يتواصل معي او يقترح علي فيديوهات جديدة. حسابي التيك توك انا مسحته، ان شاء الله بس نزلت حساب جديد ان شاء الله رح اضيف لكم اياه كمان على صندوق الوصف. بحبكم كتير كتير، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد. لا تنسوني من دعمكم الحلو، ويلا سلام.